اش تلقين منه يا عمه والحوافر قطعن. قيل أدارت بوجهها إليه وهي قائلة أريد أقعد بكتر حسين ونعى واصيح بصوت يا ابن أمي وسمع عما واصيح بصوت يا ابن أمي وسمع وهيل على الأخا ودمعة على دمعة. أنا مصاب حسين وصح شاي يرعش لا وانا عفنا وودعه على زينب ضاقت الوسع. يقولون خرجت الحوراء زينب شافت الحسين من بعيد على الرمضاء نايم خيش لا النوم. خويا وسع لها تجيا ومش موجود ولي ما ظن تعود بعد ذيك الليالي ما ظن تعود. يقولون وصلت للحسين قال لا أخي من الذي أتى بك إلى هذا المكان ليش جئتني يا أخويا؟ قالت لخي وجيت أتودع وياك ما ينحمل يا ابن أمي فرقة أولاد النساء يا حسين وانساك شلون انساك يا ابن امي ومرضعنا فرد مرضع وخلافك ما ابطل الناح ولا الثواب والحزن انسى. قال لها أخي زينب تعزي بعزاء الله لمن هذا البكاء لمن هذا اللحيب كان تريد ننسى وبطل النواحونين. أخي ذكراك من قلبي واخذ صورتك من عين اللي ما بكى في كل ما مضى هذا الموقف يألم كل غيور. تقول الرواية وقفت الحوراء زينب على قدميها حتى تظلل له من حرارة الشمس. الحسين قال لها أخي زينب ما تصنعين؟ قالت لنا بقضى والنوب نوبي يريد أجب وفيلك بثوب. خوي حسين دير العين صوي رجعت مولاتك إلى العائلة. يشوف الإمام زين العباد قال لا عم زينب اخبريني عن مصرع والد الحسين. قالت يا ابن أخي ترى أبوك على رمضاء كربلاء والخيول تجول على جسده. جلس الإمام على التراب أخذ يلطم على رأسه ينادي أيوا أبتاه
حسينا قال له يا زين العباد انت امام محصوم لماذا جالس على التراب؟ قال وين ما كان خلوني اقعد وين ما كان عمال كان واحنا خلصا وهمل كان ويحنا خالي ثار الابو يا ناس غال ليالي ونهاري ليالي ونهاري يا ونعلى الابو ليالي ونهاري اخ يا محلى ملقاه يا محلى الابو يا محلى ملقاه ترد روحي من اطب للبيت والقاه بس يا المفارق ما حسب ما شاوي الغياب شو دارت سنه وما شاوي الغياب اخ عيني على الباب عيني على الباب صبح ومساء عيني على الباب ويا ويسي انا دارت سنه لكم ويسي دورت سنة لكم ويصينا وما بعد رد لكم عليا بوي عودك مثل الدار وبيا يوم عادك وانا ادرب زماني كسر عادك اشحلت البيت كون وياك عادك بويا يزي وما تمر بك الردية عذر علينا عادوا إن رجعوا لأزرعنا طريق الطف ريحانا يا الله يا الله إلهي بشهادة الحوراء زينب بغربة الحوراء زينب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحفظ عبادك الموحدين وانصرهم على القوم الكافرين واجعل بلاد الإسلام آمنة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين. اللهم عجل لمولانا صاحب العصر والزمان. إلهي من أوصانا بالدعاء اقضي حوائجهم شافي مرضاهم بحقه مولاتي المهضومة المقهورة